السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الأخوة اتكلم عن موضوع طبعا الكل يمكن عرفه حاليا. الأخ سالم الشيدي المسجون حاليا في السعودية، صار له أكثر من 5 سنوات. فأحد الأخوة تكلم عن موضوع أنه المشاهير ما تكلموا عن هذا الموضوع، ولا تكلموا عن هذا الترند، ولا تكلموا عن هذا الشخص أنه يوقفوا معه ولا أي حاجة. فبس أوصل رسالة لهذا الأخ: يا أخي، هذيلا رجعنا ونروح ونتكلم في نفس الموضوع. هذيلا ما مشاهير، هذيلا فقط مروجين، وفرق كثير بين المشهور وبين المروج. المروج هو فقط اللي يروج عن حياته الخاصة وعن الإعلانات. إذا كان في مصلحة عن هذا الموضوع راح يتكلم عنه، إذا ما في مصلحة ما راح يتكلم عن هذا الموضوع أبدا. ليش؟ لأنه دائما الهدف الوحيد مع هذه الناس المادة. أنا ما عندي لا ألف ولا أدور، اللي ما يعجبه كلامي على العين والراس، واللي يعجبه كلامي بعد على العين والراس. أنا حياتي ما أحب لا ألف ولا أدور، مرة سيدة. هذيلا يا إخواني مروجين، نتكلم أكثر من مرة، هذيلا مروجين. المشهور خبرناكم، اللي صاحب دين، صاحب علم، شخص ينتفع منه. أما شخص يصور حياته الزوجية وحياته الخاصة وأكل وسفرة ورحلة، هذا تعتبره مشهور؟ الحاجة الثانية، هذه الناس إذا بترفع لهم 50 ريال ولا 100 ريال راح ينشلك عن أي إعلان، راح يتكلم عن أي حاجة يعني. فهذيلا ما يلهم هدف إنهم يتكلموا في أي موضوع يستفيد من الإنسان، إلا إذا كان في شيء مصلحة فقط.